السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا الفتة بالرز الأبيض الجميل، فتة اللحمة. هتشوفوا طريقة الفتة وسر العيش وطعم العيش الجميل معمول ازاي، والصلصة بتاعت الفتة. تابعي الفيديو معايا هتشوفي كل حاجة. هنا أول حاجة بنعمل الرز الأبيض. نعمل الرز الأبيض يا جماعة بالزيت الأبيض والسمنة البلدي. مش هي دي السمنة بس اللي هنحطها دي، بس هنلف بيها الرز ونحمره كده لما ياخد التغييرة بتاعت لون الرز. تزودي الشوربة، مش التحميرة الذهبي، لا اللي هو اللون الأبيض اللي بيدي شكل التجميل. هنا بقى نزود الشوربة. في خلال تسوية الرز بنضيف سمنة بلدي تاني. السمنة دي بقى بتخلي طعم الرز جميل جدا كده. هو استوى، هو بتحطي السمنة دي بتخلي طعم الرز كله كأنه معمول بسمنة بلدي. ده العيش الناشف بتاعنا، هنمسكه نكسره قطع صغيرة كده، مش صغيرة قوي زي المربعات كده، عشان نعمل بيه الفتة الجميلة بتاعتنا. سر الفتة هنا في الطشة وفي الصلصة اللي احنا بنعملها. اول حاجة هنعمل الصلصة، بتتعمل بالسمنة البلدي، بالثوم، بحبة من الكمون. بتخلي ريحة الصلصة بتاعتك جميلة جدا وتخلي طعم العيش حلو قوي. التومة ما تحمرهاش قوي، بتخليها لون الذهبي، وتضيفي عليها طماطم بتاعتك. بصي شكل صلصة جميلة جدا. طبعا احنا شلنا من الصلصة شوية وحطينا على الباقي شوربة عشان ننزل فيها العيش. دي سر العيش بقى وسر الفتة الحلوة بتاعتنا، اللي هي الطشة الجميلة دي، التوم والسمنة البلدي مع معلقتين من الخل، وهننزلهم هنا على العيش. هنا نزلنا العيش بتاعنا في الصلصة بعد ما ضفنا عليها شوربة اللحمة اللي احنا سلقنا فيها اللحمة. وهنا سر الفتة بتاعتنا في الطشة دي، اللي هي التوم بالسمنة البلدي مع معلقة الخل، وتنزليها على العيش. بتودي العيش بتاعك في طعم تاني، في حتة تانية خالص، بتخلي طعم الفتة رائع، ريحة جميلة جدا وطعم حلو قوي. دي فتة زمان زي ما جدودنا كانوا بيعملوها بالطريقة بتاعتنا دي. جربي طريقة الفتة دي هتعجبك، هتقولي الفتة طعمها جميل جدا. اللي ما بياكلش فتة قبل كده هياكلها. ادي شكل الفتة بتاعتنا. حمري اللحمة بتاعتك وتحطيها على الوش كده بعد ما سلقتيها. ده كان فيديو الفتة. اللي سمع الفيديو لحد هنا ياريت يعمل لايك للفيديو. لكم جزيل الشكر. لأول مرة يشوفنا يشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.